الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، قال الإمام النووي رحمه الله وإياه في كتابه رياض الصالحين في باب الإخلاص وإحضار النية عن أمير المؤمنين أبي حفص عمر بن الخطاب بن نفيل بن عبد العزى ابن رياح بن عبد الله بن قرط بن رزاح بن عدي بن كعب بن لؤي بن غالب القرشي العدوي رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى، فمن كانت هجرته إلى الله ورسوله فهجرته إلى الله ورسوله، ومن كانت هجرته لدنيا يصيبها أو امرأة ينكحها هجرته إلى ما هاجر إليه. متفق على صحته. رواه إمام المحدثين أبو عبد الله محمد بن إسماعيل ابن إبراهيم ابن المغيرة بن بردزبة الجعفي البخاري، وأبو الحسن مسلم بن الحجاج بن مسلم القشيري النيسابوري رضي الله عنهما في صحيحيهما اللذين هما أصح الكتب المصنفة. من فقه هذا الحديث: لا بد من النية في الأعمال، سواء كانت مقصودة لذاتها كالصلاة مثلا أو وسيلة لغيرها كالطهارة، وذلك لأن الإخلاص لا يتصور وجوده دون نية. وبالله التوفيق، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد.